السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو عن أماكن الجن في الصحراء. في هذا المقطع نتعرض لمكان من أهم الأماكن التي يقطنها الجن في الصحراء في دولة من الدول العربية، منها ليبيا ومنها العراق ومنها مصر. كثير من الدول فيها ممالك أو أماكن للجن، فهذه الأماكن وهذه الممالك التي يسكنها الجن كما جاء في بعض الأحاديث أن الجن يسكن القفار والبحار والوديان والجبال وما شابه ذلك، فمنها قصص الخيالية ومنها قصص حقيقية حدثت. من هذه القصص ومن هذه المملكة التي نراها، وهي مملكة الجن في ليبيا، والتي بوادي يسمى وادي الجن. وادي الجن هذا يحكى فيه قصص كثيرة، منها أن رجل كانت معه سيارة وكان يسير بها، ثم تعطلت السيارة فجأة، عجلة السيارة، رجع يغير عجلة السيارة، نزل يغير عجلة السيارة، وبعد كده كان معه أسرة وكان معها بعض الأبناء، فنزلت الأسرة ونزل نزل ولده اللي كان معاه ابنه، فوقف على الطريق، وبعد فترة عدت سيارة وكان الابن جائع أو جعان فأعطوا له طعام، وظل يأكل منه. ولما أبوه خلص تغيير الكاوتش بتاع العربية نظر إليه وقال له: مين أعطاك الطعام ده؟ قال له: العربية اللي عدت من هنا. قال له: يا ابني مفيش عربيات. قال له: لا، في عربية عدت من هنا وفيها ناس وادوني الأكل ده أكلته. ودي كانت قصة من القصص. ومن القصص أيضا اللي حدثت في مملكة الجن في هذا المكان، أن رجل على مشارف هذه الجبال وعلى هذه الطريق كان يسير بسيارته، ووجدوه جماعة من الناس وقالوا له: عاوزينك توصلنا المكان ده بالذات. قال له: لا، المكان ده مرعب والمكان ده موحش والطريق ده وحش وما ينفعش أوصلكم. قالوا: هنعطيك من المال ما تريد، ممكن 400 دينار. وكان هو هذا الشخص محتاج لهذا المال جدا، فوافق وركبهم، وكانوا ناس طبعا كبار في السن. فلما ركبهم ومشى بهم وقرب على هذه المملكة وهي مملكة الجن، حصل له رعب وتذكر القصص والأحداث التي حدثت في هذا المكان، وبص في السيارة ما لقيش الناس أو 3 أفراد ديله أو 3 أشخاص اللي كانوا في السيارة معاه وهم كبار في السن، ما وجدهمش في السيارة. فالرجل ارتعب ووقف السيارة بسرعة وداس فرامل ووقف بسرعة وبص على الناس في السيارة ما لقوهمش في هذا المكان، وارتعد. وبعد كده أخذ السيارة وخرج بسرعة جدا من السيارة، ولقي على بعد كده مكان زي حوش وفيه بيبان وكده، فوصل عنده لقي شخصين. قالوا له: مالك؟ قال: موضوع 1 2 3 4. قال له: ما تخافش، تعال خش هنا واستاح وريح لك ساعة، وبعد كده اطلع امشي بسيارتك تاني. فلما دخل معه واحد والتاني ما دخلش، فطلع التاني اللي دخل معاه ده قال له: انا هطلع اجيب لك ميه واجيب لك اكل، انت اكيد طبعا جعان وعطشان وكده. فطلع ما جاش، فخد فتره ما جاش، فطلع السواق ده يدور على الراجل ما جاش، فلقي مكان تاني او بابين تاني طالع منهم نور، فراح دخل في البابين ديله على اساس يدور على حد. فدور لقي زباله حاجات فضلات اكل كده واماكن قمامه، وفيه شخصين نايمين جنب القمامه دي. فقال: ايه الناس اللي نايمه جنب القمامه دي ازاي ما يناموش في مكان نظيف؟ فذهب يبص يتاكد من الناس دي اللي راكدين، فوجدهم منهم الشخصين الكبار في السن اللي وقفوه في الطريق وادوا له 400 دينار وما زالت الفلوس معاه، والراجل جن جنونه فلقيهم نايمين جنب الزبالة جنب الطعام، وهم كانوا أيضا من الجن. وهناك قصص كثيرة جدا جدا تحكى عن وادي الجن وعن هذه الأماكن، ومنهم
كان رجل يبحث عن الذهب وخرج لقضاء الحاجة في الليل، فتقدم في الوادي لقدام شوية كده وقعد يقضي حاجته. تمام. فلما أراد أن يقضي حاجته في هذا المكان وخرجت له امرأة. تمام. فقالت ليه داق عليك المكان، ما لقيتش مكان غير عند فوق دماغنا هنا أو فوق راسنا وتاجي تقضي حاجتك، امشي غور من هنا. وارتعد الرجل وارتعب وقام ويوقع ويقوم ويوقع من الخضة ومن الخلعة ومن الرعب، حتى وصل لجماعته وقال لهم احنا هنا قاعدين بجوار مكان وادي من وادي الجن، والوادي ده كله كده يعتبر وادي من وادي الجن، وهناك قصص كثيرة تحكى عن هذه الأماكن والرعب التي تسمى بوادي الجن. فزي ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يسكن الكهوف في الجبال، ويسكن الوديان، ويسكن الخرابات، ويسكن أعماق البحار، وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.